شكرا لقناة الحوار على حضورها الدائم في جميع الملتقيات في بلجيكا، في بروكسل وفي غنت. اليوم حضرنا باسم تنسيقية مغاربة بلجيكا لمساندة الشعب الفلسطيني. حضرنا مهرجان دعم القضية الفلسطينية. كانت هناك كلمات من جميع الجاليات، كلمات للجالية العربية، كلمات للبلجيكيين. وهنا بالمناسبة أحيي الشعب البلجيكي وأحييه على تضامنه مع الشعب الفلسطيني تضامنا إنسانيا وديمقراطيا للشعوب الحرة والشعوب التواقة للحرية. أشيد كذلك بالموقف موقف رئيس حكومة بلجيكا ألكسندر دوغرو، وخاصة في باب في غزة على معبر رفح، وأثار زوبعة في الإعلام الإسرائيلي. كان يقال بالحرف بأن ما يقع في غزة لا يطاق وغير مبرر. إذن أشيد بهذا الموقف الشجاع الإنساني الديمقراطي، ونريد أن يتكرر وتصبح قضية أوروبا وقضية الاتحاد الأوروبي، لأنه كان داعما للقضية الإنسانية لأوكرانيا، داعما للقضية الإنسانية للشعوب أخرى، ضحية القتل وضحية التعذيب. كانت مواقف شجاعة في الحقيقة. نريد أن يكون بغيت نعرف التنسيقية، واش عندكم شراكة مع جمعية فلسطينية ولا كيفاش؟ نعم، التنسيقية أصلا جاءت بشراكة مع جمعية الشباب الأوروبي الفلسطيني، في شخص كما أشرنا في البيان الذي قرأته الأستاذة ماريا. كان التنسيق منذ البداية، منذ التأسيس، مع الأخ أبو نادر أبو عمرو، حضر باسم الشباب الفلسطيني. كذلك في التظاهرات كنا نخرج، جميع التظاهرات حضرناها. الآن التنسيقية جاءت لتأسيس عمل مشترك وعمل إداري وإجرائي، القيام بخطوات عملية، ليست شعارات وتظاهرات ثم نذهب. لا، سنقوم بزيارات إلى الاتحاد الأوروبي كما قلت، زيارات للحكومة البلجيكية، زيارات للمسؤولين البلجيكيين وللدبلوماسيين، لأن في بروكسل جميع التمثيليات الدبلوماسية للدول الأخرى حتى يكون الموقف موحد. فين درتوا هذا الشيء اليوم؟ اليوم حضرنا في غنت في المهرجان الفلسطيني مع الشباب الفلسطيني. كان موقفا داعما، ندعم أي مبادرة لمساندة الشعب الفلسطيني. كما قلت، كانت هناك إلقاء كلمات ليس للجالية المغربية فقط، ولكن التركية والعراقية والسورية والبلجيكية أيضا حتى لا ننسى. شكرا سي محمد. مرحبا أستاذ، بارك الله فيك.